حندرب حتى الأطفال الصغار للدفاع عن نفسهم، للدفاع عن شعبهم وعن أرضهم. حيتواصل المد للتهيئة للقتال لسنين طويلة لحد ما نضمن إنه حجم التآمر حول السودان والمهددات الخارجية اللي هي بتغذي المهددات الأمنية الداخلية اختفت تماما من على الوجود ومن على حول وذاكرة الأمة السودانية وذاكرة قوى الشر. نحن حقيقة سعيدين بزيارتكم وأنتم من ضمن القوى السياسية، ونحن نؤمن تماما بأنه قوة الدولة الشاملة اللي هي بتتكاتف وتتناغم وتنسجم مع بعض عشان ما تتحد في وحدة عضوية واحدة لبناء الوطن. بخلاف هذا الطريق ما في أي أمة بنت نفسها بخلاف هذا التلاحم. قوة الدولة الشاملة هي القوة السياسية، القوة العسكرية والأمنية، القوة الاقتصادية، القوة الاجتماعية، القوة الثقافية والعلمية والتكنولوجية. إذا ما ديل كلهم تشابكوا ما في حاجة في العالم الحديث، ما في حاجة اسمها أنت قوة سياسية أنت قوة سياسية أنت ما تحكم، أنت قوة عسكرية برا السياسة، أنت قوة اقتصادية اللي بيخليك تتكلم في السياسة شنو، ما تتكلم في الأمن شنو، أنت لا، أنت قوة اجتماعية ما تتكلم في السياسة ما تتكلم في الأمن. يا إخوان الكلام ده كلام بتاع عصر سابق. تلاحم قوة الدولة الشاملة هو اللي بيبني الدولة. لابد من إصلاح في المنظومة الحزبية. إذا نحن فعلا دايرين تداول سلمي للسلطة، أنا واحد من الناس داير تداول سلمي للسلطة، لكن بخاف من السلطة دي. أديك ليه؟ لأنك أنت حزبك ده ما مؤهل التأهيل الكافي لإدارته بالصورة الديمقراطية، لأنك أنت أساسا في حزبك ما مطبق الديمقراطية. في أخواننا أشياء صغيرة لابد إنه الناس تقعد في الوطأ تحلحل